ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ومراجعه جديده مع بعض. ده تاني نموذج هحله معاكم، ديسكفر برايم 1. مش عايزاكم تقلقوا من الاسئله خالص. ماميز كتير كلموني ان هم قلقانين. الموضوع سهل جدا، ولو الولد حل النماذج دي اطمنوا جدا. دي اسئله امتحانات على فكره، وهي دي اللي هتيجي، وده نفس شكل الورقه الامتحانيه. تقدري تطبعيه وتدربي ابنك او بنوتك عليه، وان شاء الله الموضوع سهل. يلا بينا نحل تاني نموذج ديسكفر مع بعض، برايمري 1. اول حاجه بيقولي choose the correct answer، اختار الاجابه الصحيحه. the نقط holds the plant's parts، بيمسك اجزاء النبات. ايه هو؟ اكيد الستم، الساق. we touch with our، بنقدر ان احنا نلمس عن طريق الايز ولا الهاندز؟ اكيد الهاندز، ايدينا. animals are نقط things، living things ولا non living things؟ اكيد living things لانها بتاكل وبتشرب وبتتحرك. we wear light clothes in، بنقدر ان احنا نلبس ملابس خفيفة فيه. اكيد السمر مش الوينتر، لان الوينتر بنلبس ملابس heavy تقيلة. plants need نقط to grow، البلانتس بيحتاج ايه عشان يكبر؟ moonlight ضوء القمر ولا sunlight ضوء الشمس؟ اكيد الsunlight ضوء الشمس. تاني سؤال معايا بيقولي put true or false، ده علامة صح او غلط. the weather in autumn is windy، بيكون الجو في الخريف windy يعني في رياح كتير يعني. تمام. true ولا false؟ هتبقى true صح. flowers make food for the plant، اكيد غلط، الفلاور مش هي اللي بتعمل الاكل للبلانت. we get sugar from sugar cane، بنقدر ان احنا نحصل على السكر من قصب السكر. دي true صح. we use our ears to see، احنا بنستخدم الاذن بتاعتنا عشان نشوف. لا طبعا to hear غلط. bags are living things، الشنط من الحاجات الحية living things، تبقى دي false غلط. ليه؟ لان الباج can't move can't eat can't drink can't press، لا بتتنفس ولا بتتحرك ولا بتشرب ولا بتاكل، فاكيد ان الباج هتبقى non living، يبقى دي هنحط لها false. الامتحان سهل جدا ان شاء الله، والاسئله هتبقى بالسياق ده وبالشكل ده، مفيش تعريفات مفيش الكلام ده كله، هي كلها مساله true or false choose. complete برضو عن طريق هو اللي مديله الاختيارات. تمام. فالموضوع ان شاء الله سهل وبسيط جدا، مش عايزه الماميز يقلقوا عشان هم قلقانين، بالذات بمامي برايم 1 وبرايم 2. الموضوع سهل جدا يا جماعة، والامتحان مش هيخرج عن النماذج دي، وهتشوفوا. هستنى ان شاء الله النتيجة بتاع اولادكم، وهستنى برضو لما يرجعوا من الامتحان هيقول لكم الحاجات دي هي اللي جات لهم ومفيش اي حاجة تانية، وان شاء الله الموضوع بسيط. يلا بينا نكمل بقية الاسئلة. هنا بيقول المفروض ان معناه complete يعني. I use sunlight to make the plants food، هي بتاخد بتستخدم السانلايت علشان تعمل منه بتاع ده اللي هو الطعام بتاع النبات. ايه هي؟ I have different colors and a good smell، عندها الوان مختلفة وريحتها حلوة. تمام. I help you to see، بساعدك انك انت تشوف. I take water from the soil، بتاخد المية من التربة. طبعا هو مديني الاختيارات فوق. I use sunlight to make the plants food، اكيد الليفز الاوراق. I have different colors، عندها الوان مختلفة وريحتها حلوة، دي الفلاور. I help you to see، بتساعدك انك انت تشوف، اللي هي اكيد الايز، عينيا. I take water from the soil، بتاخد المية من التربة، اكيد دي الروتس. بعد كده بيقولي write the name of each parts of the plant، ضع اسم كل حاجة خاصة بالبلانت. انا حلتها لكم تمام، وده الاجابات بتاعه النموذج. والبيكتشر دي مش عارفه احلها معاكم عشان انا مش بكتب دايركت في الفيديو، انا كاتبه لكم الحل بتاعتها تحت. هو عايز اسماء اجزاء النبات. هو ده شكل نموذج 2 في الديسكفر. انتظروني في النموذج الثالث باذن الله، متنسوش بلايك وكومنت. مع السلامه.